يا مساء الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. هنعمل النهارده يا ولاد السلق ده احنا بنعمل بيه عشان الناس اللي لسه ما تعرفش. السلق ده بنعمل بيه القلقاس، بنعمل بيه اللوبيا الناشفه، بنعمل بيه الباميه. صليتوا بينا على النبي. كل 5 حزم سلق عليهم حزمه واحده كزبره. طبعا انا بعمل كميه كبيره، غسلته وقطعته وصفيته كويس قوي وحطيته في الحله ينشف. يعني الحله دي ما فيهاش حاجه يا ام عمر؟ لا يا قلبي، الحله دي فاضيه خالص. كل ما يغلي السلق هيقل، كل ما يغلي معاكي السلق هيقل. انا بنشفه، بعمل له عمليه تنشيف، يعني مش هنضيف فيه حاجه خالص. زي ما قلنا كل 5 كحزم سلق عليهم حزمه واحده كزبره. ضعف الكميه زي ما انت عايزه. شفتي كل ما بيقل معانا يغلي بيقل ازاي؟ فين وفين كده راحه جايه وانتي في المطبخ تقلبيه علشان ما يلزقش معاكي. بس هو ان شاء الله مش بيلزق ولا حاجه خالص. بننشفه لغايه ما يبقى فيه، ما فيش فيه ولا نقطه ميه خالص. وكل ما يقل نزود معانا من اللي احنا غاسلينه ومصفيينه. لو العيدان رفيعه اعمليها زي ما انا عامله كده. طبيعي ان معاكي الخضره اللي هي الكزبره العيدان فيها رفيعه فبقطعها بالعيدان. اما العيدان التخينه بتاعه السلق مش بعملها. كل ما يغلي هيقل وتقلبي من معلقه. طبعا ده بيقعد معاكي من السنه للسنه. السلق ده بيقعد معاكي من السنه للسنه. الناس اللي ما يعرفوش يعني ايه سلق، السلق ملوش علاقه بالسبانخ خالص. السلق حاجه والسبانخ حاجه يا ولاد. تمام. هنقعد نقلب 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 لغايه ما يقل معانا، الكميه تتقل خالص. طبعا انا بنشفه علشان لو انا ما نشفتوش هياخد مني ازازتين زيت. الكميه دي كلها انا عامله كميه كبيره بازازه زيت واحده. لو ما كنتش نشفته كان علينا العوض في ازازه الزيت التانيه. تمام. معلش بقى، انا ماسكه التليفون بقلب بايدي وماسكه التليفون بصور بالايد التانيه. بنقلب زي ما قلت لكم لغايه ما الكميه تقل معانا خالص. ده بيتخزن معاكي عادي في رف التلاجة من تحت، مش في الفريزر. شايفه لسه فيه ميه اهو، هسيبه كمان. ما تدخلوش الفريزر. طبعا الزيت ماده حافظه ليه بعد كده، مش هيجرى له اي حاجه. قل خالص عندنا ازاي؟ شوفوا الحله دي كانت مليانه وقلت وزودتها وشغاله بالمعلقه ان انا اقلب. هاخد معايا تقريبا نص ساعه على البوتاجاز لغايه ما نشف. ما بياخدش وقت كتير ومش بيلزق ولا حاجه بمشيئه الرحمن. طول ما انت بتقلبيه مش هيلزق معاكي. بصي نشف خالص الحله، مفيش فيها ميه. ده اللي انا عايزاه. معلش بقى عشان الدخان اللي طالع. هو نشف خالص، مفيش فيه ولا نقطه ميه. ده انسب وقت تخزين السلق مع تخزين القلقاس بتاعك. بعد ما نشف حطيه على جنب. هاتي المقلايه بتاعتك او الطاسه اللي انت هتحمري فيها. حطيت 3/4 ازازه الزيت، لان زي ما قلت لك انا عامله كميه كبيره. طبعا انت لو هتعملي حزمتين 3 5 حزم مش هياخد معاكي ربع كوبايه زيت. الزيت ده سخنيه جدا. بعد ما يسخن الزيت جدا انزلي عليه بالمعلقه زي ما انا نزلت كده ويقعد يتقلب. تمام. طبعا لازم السلق يكون مجهزه له ايه، مجهزه له توم. قشري توم واسبيه على جنب، او توم من الفريزر اللي انت مخزناه زي ام عمر مفروم واسبيه على جنب. وكل شويه يتقلب، كل شويه يتقلب. ما تسيبوهوش السلق ده بقى المره دي علشان ما يتحرقش منك، لان المره دي هو ناشف مفيش فيه ميه. كل شويه تقلبي طول ما انت واقفه، يعني ما تقعديش وتسيبيه. هتحطي يا ام عمر الثوم امتى؟ هقولك هحط الثوم امتى. انت شايفه لونه عامل ازاي؟ وكله جامد في بعضه. نفضل نقلب تقريبا كده بتاع نص ساعه. مش هحط الثوم غير لما يفرول. شايفه هو لازق في بعضه. هحط الثوم لما يبدا يفرول كده، تحس ان هو ايه، كل واحده سابت اختها. تمام. شغاله تقليب طول ما انا واقفه، شغاله تقليب طول ما انا واقفه، شغاله فيه تقليب. ايدي ما بتقفش من التقليب خالص لغايه ما يبدا يفرول. بصي فرول معايا. ده محروق؟ لا ده مش محروق يا ام عمر، ده الزيت اخضر بس ما عنديش اضاءه فوق البوتاجاز. اول ما يبدا يفرول معايا كده كل واحده تسيب اختها، ما يبقاش لازق في بعضه. حطي كميه حلوه كده من التوم عندك، سواء توم سليم او توم مفروم. هتشيليه من امتى يا ام عمر؟ لما التوم اللي معايا دوت يا عمري يتحمر. بشيله احطه في المصفى، بصفيه في المصفى الحديد، وافرد السلق بتاعي على اي حاجه كده، يعني مثلا على صينيه كبيره لمده 5 دقايق كده. كله اتحمر معانا بالمنظر ده. هفرده، هصفيه واحط الزيت على جنب. والسلق والثوم بتاعي بعد ما اتحمر هفرده في صينيه كبيره. وبعد لما يخلص خالص هرجع احطه بعدها ب10 دقايق كده، احطه في الخلاط او في الكبه وارجع الزيت عليه تاني واضربه واعبيه في البلطمانات. سلام يا ولاد.